في الحلقتين اللي فاتوا شرحنا لك وقلنا لك ازاي اتأسس نادي ارسنال وايه اللي حصل لما اتنقل ارسنال من جنوب لندن لشمال لندن وايه سبب العداوة الكبيرة ما بين ارسنال وتوتنهام. اما في الحلقة دي فجايين نجري اكتر في تاريخ ارسنال اللي زي ما قلت لك وعدت لك قبل كده كتير ان مش هينفع في حلقة ولا حلقتين ان احنا نلم لك كل التاريخ الكبير بتاعنا. صديقي الارسنال العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الثالثة من حكاوي قعدة ارسنال. في حكاوي قعدة ارسنال احنا حابين قوي نغوص في الاعماق بتاعه ارسنال عشان نجيب لك حاجات انت ممكن تكون مش عارف عنها شيء. خلينا نتكلم دلوقتي عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الاولى. خليني اقول لك ان الفترة دي كانت شبه الفترة اللي ما بين الهبوط والصعود، كانت تقريبا نفس المشاكل المالية اللي كانت بتواجه النادي ويمكن كمان نفس التذبذب في النتائج، وده كان واضح جدا في صراع الفريق على البقاء. كان المدرب ساعتها ليزلي نايتون وكانت معروفة الفترة دي بفترة الركود، وده كان من موسم 1919 حتى موسم 1925. ليزلي نايتون كان في البداية هو مساعد مدرب، تم تعيينه كمساعد مدرب، وعشان ما كانش فيه مدرب فتم تحميل اعباء المدرب على كتافه من مايو 1919 لغايه بقى لما جه هنري نوريس رئيس النادي ساعتها وراح عمل قيود ماليه شديده جدا. كمان عمل سياسات صارمه في العقود بتاعه اللعيبه، منها مثلا على سبيل المثال عدم التعاقد مع اي لاعب يتعدى 1000 جنيه استرليني. كمان رفض التعاقد مع اي لاعب يقل طوله عن 173 سم او يقل وزنه عن 70 كيلو جرام، يعني حاجه كده كشف هيئه عالضيق يعني. كمان اتجه ان هو يروح يتعاقد مع لعيبه هواه من الدوريات والدرجات المختلفه الاخرى. طيب هل بعد الصرامه اللي عملها دي كلها جابت نتيجه؟ للاسف لا والله. ارسنال في الموسم ده انهى الدوري باقل من المركز التاسع، والكلام ده كان سنه 1920 1921، عشان من بعدها بيواجه النادي دوامه ما خرجش منها غير بعد صعوبه، وكان بيواجه الهبوط. في موسم 1923 1924 نجا ارسنال من الهبوط بنقطه واحده فقط، وفي موسم 1924 1925 كان ارسنال في المركز ال20، وده اللي خلى هنري نوريس اخيرا يفكر في اقاله نايتون. في الفتره دي خرج النادي بمكاسب من اللعيبه رغم القيود اللي كان حاططها هنري نوريس، لان نايتون في العصر ده او في الوقت ده قدر ان هو يتعاقد مع لعيبه كانوا هم الركائز الاساسيه في عصر البطولات، واكيد في الفتره اللي جايه او في الحلقات اللي جايه هنتكلم عنهم بشكل مستفيض، لكن مفيش مانع ان احنا نذكر اسمائهم دلوقتي. المدافع الاسطوري بوب جون لعب 470 مباراه واكتر مع ارسنال. احد اعظم الهدافين في تاريخ ارسنال جيمي برين، تفتكر سجل كام هدف؟ كمان في وزير دفاع اخر توم باركر انضم في اخر الفتره بتاعت نايتون وكان قائد الفريق كمان. فاجازا كده الفتره بتاعت نايتون كانت كلها تقريبا بنصارع عشان نهرب من الهبوط. فبجانب بقى الهبوط بقى وان احنا بنهرب والقواعد والحاجات اللي حاططها هنري نوريس، جت كمان حاجه تانية اسمها الحبوب الفضيه. حادثه الحبوب الفضيه هي دي كانت القشه التي قسمت ظهر البعير. الحادثه دي لو ما كانتش حصلت كان بالفعل في جزء كبير جدا من تاريخ ارسنال اللي احنا بنفتخر بيه وبنتكلم عنه كان ممكن ما يبقاش موجود اصلا. سنة 1925 وقبل مباراة في كاس الاتحاد الانجليزي ضد ويست هام، جه نايتون امر اللعيبه بتاعته ان هم ياخدوا حبوب فضيه، يعني كانت شويه منشطات بدائيه كده كان نصحوا بيها طبيب الفريق، وبالفعل اللعيبه وافقت وكل واحد قرقش له حبيتين ثلاثه وعينك ما تشوف الا النور. العيال جالها فرط حركه وارهاق شديد وعطش مش ممكن، ويقال ان في الفتره دي فعلا او في المباراه دي بالتحديد كان واضح جدا عطش اللعيبه لدرجه ان حكم المباراه وقف المباراه اكتر من مره عشان اللعيبه تشرب ميه. طبعا بعد الحبوب بقى والمنشطات والكلام ده انت متوقع ان انا اقول لك ان احنا غلبنا مثلا ويست هام 7-0 مثلا، هقول لك لا والله للاسف ده ارسنال هو اللي شال قبح، وخسرنا بفارق 4 اهداف، خسرنا 5-1 مع الرأفة، لان اللعيبه كانت بتموت في الملعب وبيلهثوا من العطش، وويست هام كان بيقدر ان هو يسجل بمنتهى البسبوسه. وبعد المباراه دي صحي هنري نوريس اخيرا من نومه وثباته العميق وقال لي نايتون شكرا يلا اتكل على الله. مش بس كده، ده كمان عمل اعلان في الصحف وقتها وقال عايزين مدرب بس بشرط واحد، ان انت ما تصرفش مبالغ في بناء الفريق. بالبلدي كده عايزين مدرب يبني الفرقه من غير تكاليف. والاعلان ده كان تاريخي بكل المقاييس وتقدم لهم عدد كبير من المدربين، لكن واحد فقط منهم هو اللي وقع عليه الاختيار، واحد من اعظم المدربين اللي دربوا ارسنال ومن اعظم المدربين في العالم مش في ارسنال بس،
بس، المدرب اللي غير تاريخ النادي للأبد وعمل هوية مختلفة للنادي أو للفريق في الدوري الإنجليزي، عشان يجي الكوتش هربرت تشابمان سنة 1925 ويغير تاريخ أرسنال تماما. تشابمان كان جاي لك من هدرسفيلد وكان جاي كمدرب ناجح جدا مع الفرقة دي، وفي الوقت ده كان ليه رؤية ثورية على كرة القدم. بس خلينا احكي لك ازاي مدرب ناجح ومقدم اداءات قوية جدا مع هدرسفيلد يقبل ان هو يشتغل مع فرقة عاملة اعلان في الجرايد. اثناء ما تشابمان كان قاعد كده بيدرب اللعيبة في هدرسفيلد، هو بيقرأ الجورنان، وقعت عينه على الاعلان بتاع نادي ارسنال ان هم عايزين مدرب، وانه حاطط شرط في الاعلان ان انت ما يكونش عندك نية لشراء لعيبة ثمنها عالي. وفجأة الراجل اللي بيدرب هدرسفيلد وخلاهم يكسبوا الدوري مرتين متتاليتين ورا بعض قال لك انا اروح اشوف تحدي جديد مع الفرقه التعبانه دي. كانت المقابله سريه ما بين هنري نوريس وبين تشابمان. ساعتها هنري نوريس عجبه ذكاء تشابمان قوي، وعجبه كمان ان هو راجل بتاع مبادئ وان هو جاي موافق على شروط ارسنال. لكن هنري نوريس كان عنده شروط في التعاقد مع تشابمان، وهي كالاتي: اولا الراتب. تشابمان حصل في الموسم الاولاني او حصل في بدايه التعاقد مع ارسنال على 2000 جنيه استرليني، وده كان مبلغ كبير. الشرط الثاني او الاتفاق الثاني هو كان اهم بند في الاتفاق، واتاحه الفرصه لتشابمان والتحكم الكامل في الفريق الاول، يعني اختيار اللاعبين مسؤوليته الكامله، وكمان تحديد التشكيله برضه مسؤوليته الكامله. وبالمناسبه ده كان ممنوع على نايتون المدرب السابق. ورغم ان هنري نوريس كان اعلن في الجرايد ان هو مش هيصرف ومش هيشتري لعيبه عاليه، الا ان بعدها بفتره تشابمان قدر ان هو يقنعه بضروره التعاقد مع لاعبين من طراز عالمي عشان نعرف نشتغل صح. والغريبه ان هنري نوريس وافق بسرعه، وابتدى تشابمان على طول ان هو يشتغل ويدور على العناصر اللي هو عايزها. وبالفعل اول صفقه عملها كان المهاجم تشارلي بوشان من ساندرلاند، وبدا في تنفيذ اداء تكتيكي جديد في كرة القدم الانجليزيه، واصبح ارسنال قوه لا يستهان بها في اول موسم يشتغلوا تشابمان مع ارسنال. بس خليني اقول لك ازاي كمل تشابمان في الصفقات بتاعته القويه اللي كانت هي السبب ان ارسنال يبدا التاريخ بتاعه. تشابمان قدر ان هو يضم بوب جون زي ما قلت لك، وضم كمان جيمي برايت واحد من الهدافين التاريخيين في تاريخ ارسنال ب 139 هدف، وبالطبع قائد الفريق والمدافع الصلب توم باركر. بدا تشابمان في تفكيك القيود القديمه، وابتدى ان هو يعمل فرقه بمبالغ ضخمه. تشابمان لما كانت رغبه هنري نوريس في الصرف مش كبيره قوي، وان هو مش عايز يجيب لعيبه اكتر من 1000 جنيه استرليني، كان المهاجم بوشان ب 2500 جنيه استرليني. طبعا هنري نوريس قال له لا. راح تشابمان عمل فكره لذيذه جدا، قال له طيب احنا هندفع يا عم 2000 جنيه استرليني، وعلى كل هدف هيسجله بوشان هنديهم 100 جنيه استرليني. راح لبلاك بيرن وجاب من عندهم جو هولمي، وده كان جناح ايمن كلاسيكي، كان سريع وكان فعال وعمل ثنائيات ممتازه جدا مع المهاجمين. راح جاب أليكس جيمس من بريستون، وده كان صانع العاب عبقري في ربط خطوط الفريق. ويقال ان الراتب بتاعه الاسبوعي كان 30 جنيه استرليني، وده كان مبلغ ضخم شويه، لكنه قدر يساعد الفرقه في تحقيق البطولات فيما بعد. تشابمان كمان اهتم بتفاصيل اخرى خلت النادي على المسار الصحيح، وبدا حاجه كده عرفت باسم ثوره الاسماء والملابس. تشابمان هو اللي اضاف الاكمام البيضاء لتيشيرت ارسنال الاحمر، وده كان عشان هو عايز يخلي اللعيبه بارزه في الملعب. كمان هو صاحب فكره الارقام على ظهر اللعيبه رغم اعتراض الاتحاد الانجليزي على فكره في البدايه، وكان السبب في تغيير محطة المترو الخاصة من اسمها الأولاني جيلسبي رود إلى أرسنال لتسهيل وصول الجماهير وكمان زيادة شهرة النادي. هل بقى تشابمان وقف على التفاصيل دي بس؟ لا طبعا، كان من أوائل الناس اللي ابتدعت فكرة التحكم في حياة اللاعبين، مواعيد النوم وطريقة الأكل ونوعية الأكل كمان. مش بس النوم وطبيعة الأكل ومواعيد الأكل، لا ده كمان الأحمال والتدريبات. وقدر إن هو يكون فريق قوي من أول موسم بمستوى قوي، قدر ان هو ينافس بيه من اول بداياته، لدرجة انه كان بينافس على اللقب قبل ما يتحصل للأسف على المركز الثاني. تشابمان غير التكتيك والشكل اللي كان بيظهر بيه، وابتدى يطور كمان في الشكل والاداء بتاعه، وعرف بطريقة WM
وده كان اسلوب او تكتيك دفاعي وهجومي بيحافظ على التوازن ما بين النوعين، وده كان مساعده في السيطرة على المباريات. ومن بعدها اصبح النظام ده هو النظام السائد في انجلترا كلها ولسنين طويلة كمان. وشفنا زي مثلا من كام سنة كده لما شفنا بيب جوارديولا ويورجن كلوب اعادوا احياء نفس الشكل. وفي الحقيقة هو النظام ده كان صعب على الناس في بداية الامر لكن كان سهل على اللعيبة في الملعب. هتلاقي في الديسكريبشن لينك حلقة كانت معمولة في قناة هبدة مرتدة، حلقة 3 دقايق بتشرح لك الموضوع ده عشان تفهمه بشكل اكبر. وقدر ارسنال من تحقيق كاس الاتحاد الانجليزي لاول مرة في تاريخه سنة 1930، ومن بعدها اطلق العنان لسيطرة ارسنال على الكرة الانجليزية في الثلاثينيات. والحقيقة يا صديقي الكلام عن تشابمان وفرقته والرجالة اللي كانت شغالة معاه ما يخلصش في حلقة او حلقتين، لان انت لو متابع معايا تاريخ ارسنال من بدايته من الحلقات اللي فاتت وكمان هتتابع معايا الحلقات اللي جايه هتعرف قد ايه الناس دي كانت بتشتغل بشكل ممتاز جدا وازاي قدروا ان هم يكونوا اساطير. تشابمان عمل حقبة ارسنالية للتاريخ من 1930 ل 1939، وده هو اللي هيكون محور كلامنا في الحلقات اللي جايه. تفتكر ايه الانجازات الكبيره اللي عملها تشابمان مع ارسنال في الفتره دي؟ شوف الحلقتين اللي فاتوا عشان تتابع معانا السلسله وتابعنا في الحلقات اللي جايه.